سلام كبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى الحباب كاملين تكونوا على خير وبخير يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. في هذا الفيديو غنشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي طلبتوهم منهم نيت المشكل ديال الشراجم اللي كيدخل لكم منهم هكا الماء. بزاف الحباب اللي كنت ذكرتها في الفيديو اللي قبل من هذا وكيقول يا عزيزه دغيا عطينا الحل، رانا عندي مشكل كيدخل ليا الماء من هذه البلاصه. تبعي معايا حبيبتي الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي تلقاي الحل في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله. ونبداو على بركه الله الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. غير قبل ما نبداو في الفيديو اختي ونتعمقوا في الموضوع غنقول لكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج اكيد مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائده ما تبقاش عندك حبيبتي غير نتيا بوحدك. ونبداو في الروتين ديالنا ديال نهار الحد. اييه الحباب هذا الفيديو مصور من نهار الحد ويلا كتاب باش غادي يتحط اليوم. ايوا هادشي اللي عطا الله الحباب. تقول يا عزه راكي كسوله، نقول لكم شويه ماشي كاع، وانما والله العلي العظيم الا كان بغي نكون معكم يوميا، ولكن الله غالب مع الروتين والوليدات والتصوير راه ماشي ساهل، والمونتاج ماشي ساهل، حتى حاجه ما سهله. يعني راه ما كيتحط لكم فيديو في يوتيوب حتى كيدوز من بزاف ديال المراحل. دائما تنقولها وكيف ما كتشوفوا معايا هنا الوليدات راه كيلعبوا في امان الله وحفظه، ولكن واحد شويه حنا غنطلعوا عليهم ونشوفوا الروينه اختي اللي غادا تولي. وهنا جيت باش نمسح هاد لي ميغواغ هادو. بالنسبه لهادو كتسولوني عليهم ودائما تنقولها لكم، كنقول لكم راه خديتهم من ايكيا، واخر مره كنت صورت لكم يعني البليصه ديالهم. الثمن ديالهم دايرين 189 درهم. باكيه فيها 10 ديال لي ميغواغ، 5 كيكونوا في هذا اللون هذا الارجونتي و5 في هذا اللون هذا البرونز. يعني وانتيا كتقاديهم على الشكل اللي بغيتي. غا هما فيهم حاجه اللي خايبه، هو الا بغيتي تصوبي شي شكل كبير بحال هذا اللي دايراه، يعني طلب ليا واحد 4 الباكيات اولا 5 يعني باش قدرت نصاوب هذاك الشكل. يعني ضربي كل باكيه ب 189 درهم كطلع شويه القضيه ما ساهلاش. صافي. وهاد لي ميغواغ هادو الحباب اللي غيسولوني عليهم، انا عارفه كيجوني الاسئله عزه لي ميغواغ الفلان فلانيين هادي الفلان فلانيه. هادو الحباب كنت خديتهم من لاكاسا، غا هما ما بقيتش شفتهم، كانوا في النوار وكان هاد اللون هذا بحال النحاس، يعني خديتهم ووظفتهم هنايا. وهاد المرايات بالضبط كيعجبوني علاش؟ حيت يعني الشكل ديالهم تقليدي 100%، وجاني انا هاد البانو هذا بحال معزول على الدار، كيعجبني بزاف. وسيرتو مع هذاك البابي بان هذوك راه كانوا غير يعني لي شوت اللي بقاو ليا من البابي بان اللي كنت درتو في هذا الكولوار هذا، ولصقتهم مع بعضياتهم ودرتهم في هذيك البليصه. صراحه عطى شكل انيق. تتخليو لي في التعليق واش يعجبكم ولا لا. صافي. هنايا هاد لي ميغواغ ان شاء الله في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش تلصقوهم وكيفاش تحيدوهم الا ما بقاوش عاجبينكم بلا ما ديغراديو الحيط اولا الباب. ان شاء الله غتشوفوا معايا. بالنسبه للبيبان كتسولوني عليهم بزاف عزه باش كتلمعيهم وشكون اللي مصاوبهم لك وفين. غنقول لكم الحباب هاد البيبان لقيتهم في الدار ما صاوبهم ليا حتى شي واحد. بالنسبه لهاد البيبان العيب فيهم الوحيد هو دائما خاص يكون المسيح، سيرتو الا كانوا عندك الوليدات كيف مشوا دوك الطبايع اللي وريتهم لكم في الاول هكاك الصبعان كيبقاو حطوا صبيعاتهم تما كيبقاو، سيرتو الا كان فيهم الماء يعني ولا بد خاصك تمسحيهم. انا باش كنمسح هاد البيبان الحباب ملمع ديال الزاج استونيش هو اللي كنديروا بزاف ديال الحويجات، حيت ما نكذبش عليكم لقيت عليه راحتي لا في الريحه بالنسبه للصحه ديالي، يعني ما فيش الريحه تماما، وحتى بالنسبه للنظافه ديالو او التلميع ديالو خطير جدا جدا. وبشهاده الحباب راه غيخليوها ليا في التعاليق، هو اللي كنمسح به البيبان. صافي. والسؤال ديال انني فين صوبت هاد البيبان راني جاوبت عليها الحباب، راني لقيتهم في الدار ما صوبتهمش تماما. وها هي النتيجه من بعد ما مسحت البيبان كاملين، ما كتبقى فيهم حتى شي لمعه. وانتم غتشوفوا الباب اللي وريتو لكم في الاول الطوايع اللي كانوا فيه ما كيبقاوش. وفضل هذا الملمع ديال الزاج راه قلت لكم ما كندير به كل شيء تقريبا في الدار، بقى ليا غير نشربو صافي نديرو بحال الماء. هذا هو اللي كاين لكم بدات حاجه ملي كنلقى على راحتي. هذه هي انا كندم الحاجه اللي كتدخل عندي للدار وكنلقى عليها الراحه. صافي كنبدا نستعملها لكل شيء. ملمع اختي راه ملمع، ما مديوش غير الزاج وانما غيلمع كل شيء. المهم هي النتيجه، وفي نفس الوقت صحتنا ما نديغراديوهاش. هذا هو اللي كاين. وانا كما شفتوا معايا الوليدات طلينا عليهم، لقينا عينك ما تشوف الا النور. كاين نتوما غتشوفونيش غادي ندير معاهم هكا، ديروا مع وليداتكم باش يتعلموا المسؤوليه. وهنايا كيف ما كتشوفوا الباب وريتو لكم قبل وبعد، ما بقاتش فيه ديك الطبعه تماما. قلت لكم هذا البرودوي راه عجيب وزوين، واللي زوين فيه انه ما كيبدلش لكم اللون ديال البيبان اولا كيشهبهم لكم، حيت كاين بعض لي برودوي اللي كيشهبوا اللون ديال هذا ديال البيبان. صافي. هنايا جيت ليهم قلت لهم يلا ساليتوا اللعب حيت شوم صافي عياو من اللعب. قلت لهم جا دابا الوقت ديال العقوبه انكم تجمعوا هذا الشيء، واخا هما ما كيحملوش هذه المرحله
مادام هما داروا واحد الحاجه خصهم يتعلموا هما يجمعوها. الله يجعلو يعني يكون نورمالك غير شي حاجه في الارض، مادام هو اللي دارها ماشي انت اللي درتيها، خصو هو يتعلم ان ديك الحاجه خصها تكون في لابوبيل او لا تحط في بليصتها. يعني هكا تعلموا وليداتكم، كوني على يقين غتكوني مرتاحه. وان شاء الله غنشارك معكم حويجات اللي درتهم مع وليداتي وارتاحيت من جيتهم. يعني انتي تكوني مهنيه على وليدك هكا الا كان في المدرسه انه متحمل مسؤوليته، ما يبقاش معتمد عليك في اي حاجه، سواء البنت سواء الولد. ان شاء الله غنشارك معكم طرق اللي زوينه وزوينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما جمعوا قالك صافي عيا وقلت لهم باش مره اخرى ما تبقاوش تشتوا اللعاب ديالكم. صافي هنا الحباب جيت باش نوريكم لي ميغوار اللي خديتهم من ايكيا، غنوريكم كيفاش غادي تلصقوهم. سيرتو الحبيبه اللي قالت لي عزه راه بغيت نحيدهم ديال ايكيا نيت، ولكن ما بغيتش نديكرادي الصباغه ديالي. تبعي معايا حبيبتي هاد المراحل وان شاء الله ما غاديكراداش عندك الصباغه. هنا كنوريكم يعني الميغوار الفوقانيه تبدل ليها اللون مع البخار اكيد مع الحمام، وهذه كانت هرسات ليا يعني بغيت حتى هي نبدلها. داكشي علاش يعني جا السؤال فوقيتو باش نجاوبكم بالتطبيق يعني ماشي غير بالشفاوي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت اللصقه هي الاولى باش ملي نجي نبغي نحيدها ما تهرش ليا في يديا اولا نجرح يديا. ولا بد هاد المرحله اللي عنده المرايه مهرسه ضروري ديري اللصقه حبيبتي، عاد ديري المجفف ديال الشعر. هنايا شنو الدور ديال المجفف؟ باش غادي نحيد هذيك اللصاق اللي اولا ندوب هذاك اللصاق اللي كيكون شاد هاد الميغوار هادي هكا، باش ما غاديش نجي ونهزها وغادي نقلع هذيك الصباغه اولا شوفي نتيا فين موظفه هذيك المرايه. هذا هو الدور ديال المجفف ديال الشعر، يعني كندوب هذاك اللصاق باش تمشي معايا بكل سهوله اولا تحيد ليا الميغوار بكل سهوله كيف ما كتشوفوا معايا. والحل ديال اللصاق نتوما غتشوفوه معايا اللي سهل بواحد البرودوي اللي فايت ليا تكلمت عليه شحال من مره صراحه عجيب غريب. وراه فايت ليا قلت لكم فيه كيتباع في بريكوما في مسيو بريكولاج وحتى في اسواق السلام راه كيتباع هذا البرودوي هذا اللي غنشاركو معكم اللي هو دوبل في دي 40. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا شديت المجفف ديال الشعر وغنبدا كندوب هذاك اللصاق. وبالنسبه لهذوك الخديشات اللي كتشوفوهم في الباب هذوك علاش انايا درت هذا الميغوار هذه على قبل هذوك الضريبات، حيت هذيك البورت سيرفيات اللي دايره انا ملي كنحلوا الباب على جهدو يعني هكا الوليدات ما كيكونوش عارفين كيتضرب كيتقشر. هذا علاش درت الميغوار تما باش ما يبقاش يبان هذوك الضريبات في الباب وفي نفس الوقت يتحمي ليا الباب. الا جات في المرايه معليش يعني نشريهم مرايه رخيصه، اما الباب يعني ما غاديش تعاودي ثاني تصوبي. وحتى الا بغيتي تصاوبي خصك تعاودي البيبان ديال الدار كاملين حيت ما غتلقايش نفس الموديل، كل عام كيخرج موديل. هذا هو اللي كاين. صافي هنايا درت هذا البرودوي الدبل في دي 40 وغنخليه واحد شويه. انا كيف ما تنقول لكم دائما راه كنخدم ديك الساعه وانتم خليه واحد شويه يرطب. انتم شفتوا انايا راه ما خليتوش كاع تماما وراه كيحيد بسهوله. صافي ما كتحتاجيش انك يعني تشرطي بشي حاجه ولا تحيدي داك اللصاق، كيحيد معاك بكل سهوله كيف ما كتشوفوا معايا. ولكن غندير واحد الملمع نيت ديال الزاج باش نحيد داك الزيت حيت هاد البلاصه ما خصهاش تبقى مزيته تماما، غنلصقوا فيها الميغوار ما خصهاش تبقى مزيته. صافي كما شفتوني نشفت مزيان بهذا بالسيرفيات ودايره فيها الملمع ديال الزاج. هنا غادي نشوفوا الميغوار. بالنسبه للحباب اللي دائما فيما كيشوفوا لي ميغوار عندي في الدار كيقول يا عزيزه اش من لصاق باش لصقتي هاد لي ميغوار، وانا دائما تنجاوب نفس الجواب تنقول لهم اللصاق راه كيتباع معاه اللي هو هذا الحباب كيف ما شفتوني هزيتو. هذه كيجيو فيها 8 يعني 4 ديال لي ميغوار في هاد الباكيه هذه. كل ميغوار كيجيو فيها جوج. غير الحباب ملي تحطوا اللصاق ديالكم ما تحطوش على الحافه ديال الميغوار كيف ما كتشوفوا حاطه يعني بعيده شويه على الحافه. صافي راه بكل سهوله كيلصقوا معاكم. اهم حاجه يعني بين وحيده يعني الا كنتي غتلصقيهم بنفس الطريقه اللي مديراهم انا في الباب ضروري تاخدي هاد الكريطانه اللي كيجيو فيها طويها على 4 بحال هكا وغادي تبداي تاخدي بها هي العبار حيت هي اللي غتعطيك العبار المضبوط بين وحيده ما يكونش بيناتهم واحد الفراغ اولا واحد المهم هي هذيك فراغ كبير يعني حتى في الشوفه يجيو مقادين. صافي هنايا غادي نبدا كنلصق طريقه سهله يعني حتى بالنسبه لي اول مره غادي يدير هاد لي ميغوار غادي تاخدي نفس الحاجه نفس الكرتونه غتلصقي الميغوار الاولى وغتبداي بين وحده كتاخدي المقاس ديالك بهاد الكرتونه هادي. راه ساهلين في التركيب ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. ها هي غير كنحطها فوق هذيك الكرتونه اللي خديت بها العبار وكنضغط بيديا مزيان. المهم هو نلاقي الحرف مع الحرف، هذه اهم حاجه. صافي دابا هذه اللي غادي نبدل اللي وريتها لكم في الاول ديال الفيديو قلت لكم راه
ديغرادات مع داك البخار. يعني صافي غادا نحيدها. اللي زوين بعدا فهاد لي ميغوار كاع الا خسروا يعني كتاخديهم بثمن رخيص، يعني ماشي غاليين بزاف، 89 درهم فيها 4 ديال لي بياس، راه مزيانه. صافي غادي كيف ما كتشوفوا معايا نفس الطريقه، مجفف ديال الشعر، وغادي نحيد اللصاق ديالي. هنا كنستعن بواحد المقص غير باش ما نبقاش نبرك بيديا على دوك الاحرف كيكونوا شويه ماضيين، ماشي هما ماضيين وانما كيضروا في اليدين. هنا كتشوفوني كنشاطي بيديا كنقول الله يا ربي هاد اللصقه كامله كيفاش درناها، والله ما عرفتش واش انا ولا الزوج الكريم، ما عرفتش شكون فينا، ما عقلتش راه دايره شحال هادي باش درناهم لهما ولا ديال باب الدار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا نفس الحاجه غادي نديرها. حيدت واحد شويه هكا بضفيراتي، وعاد غادي ندير هاد الدوبل في دي 40. صافي غادي نحطوا واحد شويه صافي، وغادا نبدا نمسح بكل سهوله. غادي تحيدوا وبنفس الطريقه الكبيدات غادي نلصقوا المغوار كيف ما لصقناها في الاول. هنا من بعد ما المعلم عزيز سال الخدمه ديالو، دابا غندوزو عند عزيزه باش تمسح لي ميغوار. كيف ما شفتوا معايا نحيدو منهم هذوك الصبيعات، ولا بد اختي باش تبان لك الجماليه ديال لي ميغوار اللي اختي ضربتي فيهم واحد المجهود. هو الصراحه ما كاين حتى شي مجهود اودي، كنكذب دغيا ساهلين ساهلين بزاف. راكم عارفين الحاجه اللي كتكون صعيبه تنقول لكم هذه خص يكونوا فيها جوج الناس، هذه راه غير بوحدك كيف ما وريتك، يعني طريقه اللي سهله. وركبي لي يا حبيبتي لي ميغوار ديالك بكل سهوله. والناس اللي باغيين يحيدوهم يعني غيحيدوهم حتى هما بكل سهوله. راه وريتكم يعني جوج في واحد، اللي باغي يحيدهم ها الطريقه واللي باغي يركبهم ها هي الطريقه. صافي كانت هذه هي النتيجه النهائيه ديالهم. نتمنى هادو ديال الدوش هما يعجبوكم كيف ما عاجبينكم هادوك ديال الدخله ديال الدار. صراحه الثمن ديالهم زوين وكيضيفوا واحد الجماليه للبيوت ديالنا، وثلاث تهرسوا يعني الثمن ديالهم راه رخيص. 89 درهم فيها يعني 4 ديال لي ميغوار، راها مزيانه ومزيانه بزاف. اجيو الكبيدات دابا نشوفوا المهم في هذا الفيديو اللي جاوني عليه بزاف الحباب في الانستغرام. عزه عتقي الشرجم، عزه عتقي البالكون، عزيزه هانا اختي هانا غنعتق شحال قدي نعتق هانا اختي. بالنسبه للمشكل ديال السراجم يعني الحل ديالهم الوحيد ماشي هو السيليكون وانما الزفت الحباب. هاد الزفت هذا كيتباع في بريكومار في مسيو بريكولاج. هذا الرولو يعني كيتباع ب 150 درهم، هو كتكون فيه يعني كيكون اكثر من هكا. هذا اللي بقى لي انا وريته لكم، انتم غتشوفوه معايا. خديت لكم مقتطفات من الفيديو اللي كنت شرحت فيه يعني في الصوب ليا السيد والمشكل اللي كان عندي في الكوزينه. غير انا ما كانش عندي جهد انا داخل غير شويه ديال الماء، كان عندي شلال البلاصه اللي كتبان لكم فيها لي سطور، كان عندي شلال تمايا. والبليصه اللي حدا لافيسيل واحد البلاصه راه كنت وريتها لكم وانتم غادي تشوفوها من على برا. غنوريكم راه ماشي كانت عندي جهد انه يدخل غير شويه ديال الماء. خلاه السيد فاش جات تخلع قال لي راه ما يمكنش هذا الكادر يكون محطوط بهذا الثقل هذا ويكون محطوط بهذه الطريقه هذه. زعما اش غنقول، لا حول ولا قوه الا بالله. سعدات لي صفر رقبته اي صنيعي كيسمعني من هنا، صفي خويا رقبتك. راه انا نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، واخرى تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، راه ما عندكش فين تنعس والله. هذا هو اللي كاين. وسيرتو ملي كتخدمي الحاجه بالثمن وكيخرج لك فيها هكا وحشومه وعدم صوبه الكوزينه، زعما كنت في واحد الحاله. ولكن الحمد لله الحمد لله ملي طحت على هذا الحل وبغيت نبارطاجيه معكم كاملين كاع اللي كيعاني من نفس المشكل ديالي. اكيد ما غيكونش نفس المشكل اللي يقدرها وما نتمناها حتى شي واحد، وانما مشكل بسيط تقدري تعالجيه بهذا الزفت هذا. حيت السيليكون تاني مع الشمس راه كيتجمع ما كيبقاش كيف ما يعني داروه لك النهار الاول. الحاجه اللي كتصبر للشمس وكتقاوم الماء هو هذا الزفت هذا، مزيان بزاف. كيف ما كتشوفوا السيد دوز ليا هذاك الزفت كامل يعني على الشرجم كامل. لا من هاد البلاصه هذه بعدا اللي كيصوفات ما في كانش شلال الحباب كيدخل يعني ما مديورش ليها تما السيليكون تماما. السيد ما لقاهش بعدا ما كاينش. واجي نوريكم الكارثه العظمى فين كانت عندي الحباب. من هنا ملي كان كيدخل عندي الماء كان بزبوز ديال الماء من هنا. هانتوما شوفوا الحفره قداشنا هي يعني من هاد البلاصه، وانتم كتشوفوها ملي مسكين غطاها. عاده كنحمد الله وكنشكرو دابا ما بقات كتدخل ليا حتى شي نقطه. وان شاء الله غادي ندير واحد
فحال ما عرفتش شنو كيسميوها والله ما عرفت، هربات ليا دابا. كتغطي شي شويه على الشتا. انا كنت باغا ندير ريدو هنا، صراحه الريدو ما عندوش فين غادي يدار، وانما غادي ندير واحد اللعيبه خارجه بالالومنيوم باش هكا ما يبقاش يهبط ليا الماء نيشان على الزاج. وغادي نطيحوا في نفس المشكل حتى في لا تيغاس، هي اللي مغطياها حتى هي نفس الحاجه، كان كيدخل ليا منها الماء، ولكن ملي دار ليا هاد السيد بهاد الطريقه الزفت هو فعلا الشكل ديالو ما كيجيش زوين. ولكن انا بحكم انني عاليه الفوق ما كاينش اللي غادي يشوفني، يعني قلت اللهم ندير الزفت ولا نبقى عايشه في المشاكل. وسيرتو الا كنتي مفرشه شي بليصه وهذا يبقى يدخل لك الماء كتجيك في شي شكل، انت مادام سديتي هذاك ليسباس الا باغا تستافدي منه. هذا هو اللي كاين كبيدات. نتمنى هذا الحل يكون نال الاعجاب ديالكم حتى نتوما ديروا به. دابا غادي ندوزو اختي نقادو العشيوه ديالنا. درت حوته في الفران الطريقه العاديه الكبيدات المغربيه اللي كنديروه بها. القزبر ومعدنوس الثومه كنطحنوهم مع بعضياتهم، غا هي كتختلف من وحده لوحده. كاين اللي كيدير فيها الصوص، كاين اللي كيديرها بلا صوص، انا كنديرها بالصوص. كيف ما غتشوفوا معايا هنا من بعد ما طحنت الربيع والثومه غادي ناخذ منهم واحد الكميه اللي قليله، وغادي ندير العطريه ديالي اللي هي البزار، التحميره، سكينجبير، الكمون، مليحه، الحامض ولا بد، شويه ديال الحار، يعني التوابل العاديه ديال الحوت. وتبارك الله ما كايناش شي وحده اللي ما كتعرفش تصاوب الحوت، يعني الطريقه العاديه. وبما انني ما غنعطيكم شي وصفه، بغيت غير نشكركم على الفيديو اللي قبل من هذا، على التشجيع، على البارطاج، على الكلمه الطيبه ديالكم. الله يحفظكم ليا من كل شر يا ربي، والله يخليكم ليا تاج فوق راسي. وبغيت نشكركم كاملين، يعني لا الحباب اللي عندي في فيسبوك ولا يوتيوب، غير الفيسبوك غادي نعاود نشكرهم مره اخرى على انهم قربوا يوصلوني 300 الف. يعني غير البارحه نقول لكم وصلت ل 200 الف، والحمد لله انا قربت نوصل 300 الف بحب هاد الناس. وبغيت نشكر حتى حبابي اللي في يوتيوب اللي ما مقصرينش من جيتهم بالبارطاج وبلي لايك. الله يحفظكم لي اللي كتقولي يا عزه ما كرهتش ندير لك ماشي غير لايك وحده، لو كانت بيديا ندير لك حتى 1000 لايك. الله يحفظك ليا، غير هذه الكلمه صافي كافياني، بلا لايك كافياني، والله ربي شاهد عليا. شكرا لكم بزاف. ان شاء الله نتمنى فيسبوك مع يوتيوب يعني توصل 200 الف مع 300 الف وتكمل الفرحه ديالي. اياه كيبقى مجرد رقم، ولكن كنفرح بزاف حيت كنشوف في يوتيوب بزاف ناس كتفرج فيا ولكن ما مشتركاش. علاش اختي؟ واش ما نساش اشتركوا الحباب باش نزيدوا نطلعوا القناه. علاش لا كنتعب الحباب من قلبي وكنعطي من قلبي، وانتم راه كتحسوا بيا، وكل ما كيخرج من القلب راه كيوصل للقلب. هذا علاش راكم معايا دائما، والله يخلينا دائما مجموعين في الخير. ودابا نرجعوا للحوته ديالنا. على ذكر الحوت بغيت غير نشارك معكم ان شاء الله بحول الله، وقيل الفيديو الجاي غنشارك معكم هذا المحل ديال الحوت كاين في المحمديه، وهذا السيد تعرفت عليه يعني في فيسبوك كيدير لي لايف. والاثمنه ديال الحوت الحباب بالنسبه للناس ديال المحمديه اثمنه جد مناسبه، يعني كروفيت كتلقاو ب 50 درهم، الميرنون 60 درهم، يعني اثمنه جد مناسبه. ان شاء الله بحول الله غادي نشاركوا معكم. بغيت بالحق تنمشي للمحل نشارك معكم الحوت، وعاد نعطيكم نيميرو التليفون ديالو. اللي زوين هو انك يعني الا كنتي باغا الحوت ولا شي حاجه وما مسالياش انك ديبلاصي عنده، كتوصلك الطلبيه حتى للدار، يعني كتعيطي ليه كتقولي ليه شنو بغيت وكيجيبوها لك حتى للدار ديالك. هذه اللي زوينه، يعني كنشوفها حاجه مزيانه. هذا السيد راه ماشي اشهار تماما، غير انا عجبني التعامل ديالو، عجبني الحوت، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معاكم. وكيف ما انا استفدت يعني من هذه القضيه ديال انني توصلني الحوت حتى للدار بلا ما نديبلاصا، وحوت طري، يعني كنقول لكم طري راه طري، يعني شي حاجه اللي زوينه وانتم غادي تشوفوه بعويناتكم. علاش ما بغيتش، انا عندي نيميرو التليفون ديال السيد ولكن ما بغيتش نعطيه لكم، تنمشي للمحل ونصور لكم وتشوفوا الحوت كيفاش داير، وعاد نعطيكم نيميرو التليفون هكا تتعاملوا معاه. واللي عجبني بزاف هو ان الحوت كيكون طري، يعني ماشي كيغشك ولا شي حاجه. هذا هو اللي كاين الكبيدات. وقولوا عزه ما كتفكركمش في الهميزات. تمن الحوت اختي غادي نجيبوا لكم حتى الباب الدار. وهنا درت الخضيره ديالي تسلق، كل واحد وكيفاش كيديرها. كاين اللي كيحطها نيشان، انا كنبغي نسلقها حيت ما عنديش الوقت بزاف، يعني اللي غادي نخلي هذا الخضره طيب على خاطرها. صافي غادي نديرها تسلق، وغادي ندوز باش غادي نحضر الصلصه، حيت ما كندير حتى شي نقطه ديال الماء تماما في هذه اللاطه هذه. يعني غادي ندير التوابل كامله اللي درتها مع واحد الحبه ديال الطماطم اولا مطيشه، وغادي نطحن كلشي مع هاد التوابل اللي كتشوفوا معايا. درت البزار، التحميره، الكمون كنكثر منه، راكم عارفين الحوت هو الكمون، سكينجبير، وشويه ديال السودانيه، وزبيته بلديه، وزبيته روميه. صافي وكنطحن كلشي. هذا هما باش نمرق هاد اللاطه. حاجه اخرى اللي ما ذكرتهاش انني زدت واحد المعلقه من الطماطم المصبره.
وبالنسبه لهاد العطريه كتبقى لكم اختياريه، بغيتو تزيدوها كتزيدوها، ما بغيتوش يعني كيبقى لكم الاختيار، يعني غير هاد التوابل هادو راهم كافيين. صافي من بعد ما طحنت دابا غادي ندوز باش نقطع الفلفله، نقطعها بحال هكا دويورات. شكون اللي عزيز عليها هاد الفلفله الصفراء والحمراء في الحوت، كيجيوني كيعطيو واحد المذاق زوين ديال الحلاوه. يعني اللي متفقه معايا تخليها ليا في التعاليق واش كتعجبها. انا كتعجبني هاد الحمراء والصفراء، وكتعجبني وحيده اللي نديرها هكا في الخضار زعما غير اللون، اما هذه ما تتعجبنيش في الحوت. ها اللي كتعجبني الحمراء كيف ما قلت لكم الخضراء. صافي هنايا غادي نفرش خيزوم بعد ما تسلق وصفيت اكيد ما كنخليهمش زعما صافي تيهراو، لا كنخليهم شادين شويه في راسهم باش يلا يجوني مع الطياب ديال الحوت. صافي غادي نستف هكا الخضيره ديالي، البطيطه ولا هذا وخيزو والفلفله. المهم غنديروا واحد اللوحه هنايا كيف ما كتشوفوها فنيه اختي باللوينات. شحال كتعجبني انا اللاطه ديال الفران. عندكم الحوت وعندكم المجبنه وعندكم اختي الرفيسه والكسكسو كنموت عليهم. هادو 4 ديال الاطباق اللي كنحماق عليهم. صافي هنا كيف ما كتشوفوني درت هنايا شويه ديال الفلفله وغادي نزين بشويه ديال زبيت الناس. عندك حامض مصيره حبيبتي لوحيه، ما عندكش كيف ما عنديش انايا. صافي درت الحامض غير في الاول فاش درتو في هذا في الشرموله ديال الحوت. وعاد الحوت راه ملي كنجيبوه ضروري كنغسلوه بالحامض. انا حتى الميرنا كنقليها، يعني قبل ما نقليها يا ربي كنرقدها في الحامض والملحه والبزار. هذه هي الشرموله ديال الميرنا عندي انايا. ما كيتعجبنيش الميرنا مشرمله وما كيبقاش حتى المذاق ديالها زوين ملي كتشرملوها حيت الحوت بيض. اما ملي كديروا لها هاد الملحه والبزار والحامض كتجي روعه في المذاق ديالها. الا بغيتوني نديرها معكم خليوها ليا في التعاليق نديرها معكم. كنقول لكم هنا الفلفله هذه حاره بزاف، يعني راكم كتشوفوها رقيقه. هادي ما غنديرها حتى يقرب يطيب الحوت. هذا غادي نلوح واحد المزيود وغنلوح مزيودات صغار. صافي هنا غادي ندخلها للفران وغطيتها بشويه بهذا بابي الومنيوم وبابي كويسون شويه. لا واعره هادي. المهم غطيتها بالبابي الومنيوم وهذا والبابي كويسون. صافي غادي نخليها باش ما تحرقش. وهنا دزت باش نصاوب لهم واحد سالاد هكا ببنان وشويه ديال الرمان والتفاح. يعني غادي يبقاو ليا قلت اللهم نديرهم لهم في سالاد غادي يمشيو ديك الساعه. وفعلا كتجي بنينه. شكون اللي عزيز عليها اختي ريبي جميله. اشهار ريبي اختي وهذا الرمان كيحمقوني بزاف سبحان الله من الصغر. يعني هذه من الطفوله الحباب. داكشي علاش بقات كتعجبني. درت معاه هنا شويه ديال البنان وغادي ندير معاه ريبي كيف ما غتشوفوا معايا. صافي وغادي نقدموا لوليداتي بالصحه والعافيه. ودابا ندوزو نشوفوا الحوت من بعد ما طاب. صافي راه دغيا حيت سلقنا الخضره من قبل، يعني ما خداش لينا الوقت بزاف. انا كندير هذا البابي على حساب باش ما يتنشفش ليا المرقه بزاف ويتحرق ليا. راني كنت حليت الحباب ما وريتكمش هاد اللقطه اللي حيت فيها هاد المزيودات هادو كيف ما كتشوفوهم معايا. انا كنوريهم لكم يعني ما درتهاش معاكم. صافي ها هو من بعد ما طابت اللاطه ديالي نخليها شويه تبرد. ما كنبغيش نحطها هكا سخونه على حساب الوليدات باش ياكلوا معانا. وهنا على ما تبرد صافي غادي نقدم السلطه ديالي في هذا الكؤوس. هنايا درت واحد شويه ديال التفاح كيف ما كتشوفوا، ما خلطتوش مع البنان والرمان باش يبقى المنظر ديالو باين من الكؤوس زوين. وحتى المذاق اكيد راه كيتخلط كلشي وكيجي روعه. وهنا كانوا بقاو ليا واحد الحبات ديال الكروفيت صوتيتهم مع شويه ديال الزعتر والزبده والمليحه وشويه ديال الثوم مجفف. صافي وصوتيتهم وحطيتهم بهذه الطريقه هذه ديال كيحماقوا عليها الوليدات.
هذا هو اللي كاين. كنقدم لكم هاد العشيوه بالصحه والعافيه، وحقكم الكبيدات في الجنه وما كرهتكمش كاملين تجيو وتشاركوا معايا هاد الطعام. غنقول لكم الفيديو ديالي هنا تسالى. الى عجبكم غنقول لكم مره اخرى ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي مازال ما زارنيش في الانستغرام اجيو مرحبا بكم والف مرحبا. كنحط دائما اليوميات ديالي، واخا هاد اليومين راني ما حطيت لكم حتى شي حاجه، كنت مشغوله واحد شويه. المهم فيما كتكون شي حاجه راني كنلونسيها لكم في الانستغرام كتجيني دغيا ساهله، يعني ما كاين لا مونطي لا يديك لا يخليك. خليت لكم الراحه الكبيدات، وما تنساوش انني كنموت